راديو شباب فلسطين 90 FM يقدم مسلسل صوما مقبولا. يا ضياع الصوم اللي قضيه رمضانك كله لو عدي، ضليتك جوعان ضليتك عطشان، عينك عالأجر من الرحمن. مسكين اللي رمضانه بغيب صيامه بطير مع الريح، غير عاداتك غير أطباعك، بلا بتضيع فرصة رمضان. رمضان 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 يا رمضان، رمضان رمضان. قام بأداء الأدوار حنين، رامي المزيني، محمود مشتهى. سيناريو وحوار إبراهيم حمدان. الهندسة الإذاعية عبد الفتاح أبو سعدة. مسلسل صوما مقبولا من إنتاج راديو شباب فلسطين 90 FM. الو الو، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب وبعدين؟ لا 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 لا، خليها تفطر، تقلقش يا زلمة على اكيد. ايوه يا راجل، خد مني خليها تفطر، توكل على الله. يلا الله مع السلامة، ماشي ولا يهمك. الله 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 يا ابو حسين، ياخد منك كمان على اساس انك مفتي الديار المقدسة مثلا؟ لا لا، ما مش مفتي ولا اشي، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بالجام من نار. يا ابو حسين يا ابو حسين، العلم اشي والفتوى اشي تاني، غلط انك تفتي بدون علم. يا مرة، احنا ايش حكينا؟ كل القصة انه بنته سنة توجيهي ومش قادرة تدرس وهي صايمة. ما بيجوز تفتي وتحلل من عندك، كان لازم تحكي لهم ويروحوا يراجعوا شيخ او مفتي. يعني هم المشايخ بيفهموا اكتر منا؟ بيفهموا أكتر يا أبو حسين. وبعدين عندهم مصادر وبيستندوا لأدلة ولبراهين من السنة ومن الإجماع ومن الصحابة ومن القرآن كمان، والإفتاء مش لعبة. صباح الخير يا باش مهندس، الله يسعد أوقاتك دايما وما يحرمك من هالضحكة الحلوة. يسعد صباحك يا أبو حسين، إن شاء الله أنا وإنت يا رب. إيش يا زلمة، معلش بتضحك، ضحكنا معاك. هذا في كاريكاتير طالع بالجريدة اليوم، شوف طلع الزلمة جايب معه غراض لرمضان، ولقى بالسوبر ماركت لعبة بتحكي هذا حرام هذا حرام هذا حرام، وقال إيش بتلزمهم كتير برمضان. إيه، وإيش اللي بتضحك في الموضوع يا زلمة؟ اللي بضحك إنه عكتر ما الناس بتصعب على حالها الصيام بتصير تحرم أي تصرف أو أي عمل عادي، كأنه الحكم على الأمور بيختلف إذا كنا برمضان أو غير رمضان. لا يا باش مهندس، مش هيك القصة، بس الصايم وضعه غير المفطر. غير المفطر كيف يعني؟ يعني الصايم بكون خايف على صيامه من انه يضيع اذا تصرف تصرف ناقض للصيام، زي ما قبل شوية ابو كريم يعني ضيع صيامه وهو بتوضى لصلاة الضحى. ضيع صيامه؟ كيف؟ طبعا ضاع صيامه ولازم يقضيه بعد رمضان، لانه تمضمض، وانت عارف انه المضمضة بتضيع الصيام لانه ادخل الماء الى الجوف. حكيت لي ادخل الماء الى جوفه. ابو حسين، شو رأيك تسيب الفتاوي لأهلها وتركز على شغلك، بيكون احسن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. تقبل الله يابا. منا ومنك يا ابني صالح الأعمال. والله يابا شكلي اليوم هموت من العطش. أوف ليش يابا إيش صاير؟ لأني ضليت آكل، وأول ما إجيت أشرب قال المؤذن كفوا أيديكم عن شرب الطعام. لا يابا يا بني كان بإمكانك تشرب، لأنه وقت الإمساك عن الأكل بتحدد بعد الأذان. يا خسارة كان حكت لي قبل. يلا خيرها بغيرها. أنت الحق عليك، كان سألتني قبل ما تتصرف. أبو حسين، يا أبو حسين تعال اسمع الشيخ شو بيحكي عن الناس اللي بتوزع فتاوى على الطالعة والنازلة. الجرأة على الله في الفتية، أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار، عاقبتها وخيمة والعياذ بالله رب العالمين، ضررها النار وبئس القرار. يفتي بغير علم. سمعت يا أبو حسين؟ سمعت؟ معقول كلام هالشيخ؟ استغفر الله العظيم. طب إيش أسوي هلقيت أم حسين؟ إيش بدي أعمل؟ يا أبو حسين رب العالمين غفور رحيم وبيغفر لنا كلنا، ورب العالمين كتب على نفسه الرحمة. وكمان لا تنسى إنه من قال لا أعلم فقد أفتى. مش عيب إنك تترك الخبز لخبازه.